بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم الكورة تحت الضغط. النهاردة تم الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال اللاعب زيزو من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي. من وجهة نظركم انتقال زيزو للنادي الأهلي له عوامل إيجابية على اللاعب والنادي الأهلي، وله عوامل سلبية على نادي الزمالك، وعوامل سلبية على باقي فرق الدوري العام؟ يلا اكتبوا لي في الكومنتات انتوا ايه رأيكم وتوقعاتكم في الكلام اللي انا بقوله ده. طيب بالراحة كده ونتكلم مع بعض بصوت عالي وناخد وندي مع بعض. زيزو دلوقتي بقى لاعب في النادي الاهلي. طيب ده هيأثر بالإيجاب ولا هيأثر بالسلب؟ الثلاث سنين اللي فاتوا زيزو كان شايل نادي الزمالك لوحده، يعني ما كانش فيه منافسة. طيب لما ما يبقاش فيه منافسة واللاعب ضامن مركزه في النادي بتاعه، ده بيطور من أدائه ولا بيقلل من أدائه؟ مفيش منافسة، يبقى ده اللاعب هيبقى عادي. طيب كل اللي زيزو راح النادي الأهلي في وجود لاعب زي تريزيجيه، إمام عاشور، حسين الشحات، بن شرقي، ده هيخلق إيه؟ أنا من وجهة نظري اللي وجود زيزو في وسط اللعيبة دي كلها هيولع وهيشعل المنافسة ما بينهم. يبقى أول حاجة إيجابية اللي وجود زيزو في النادي الأهلي علّى المنافسة بين اللعيبة بتاعت خط الوسط. يبقى إذا المنافسة دي هتخلق لنا إيه؟ ارتفاع في مستوى زيزو وارتفاع في مستوى بقية اللعيبة. طيب بس دي الإيجابية الوحيدة من انتقال زيزو للنادي الأهلي؟ لأ طبعًا. انتقال زيزو للنادي الأهلي والفيديو النهارده اللي هو عمله جاب 16 مليون مشاهدة في ساعة. ده معناها اللي وجود نجم بحجم زيزو في النادي الأهلي زود إيرادات ودخل النادي الأهلي. فبقى أي نجم عنده قناعة اللي هو وجوده في النادي الأهلي هيعلي من صفقته وهيعلي من الجانب المادي بتاعه. طيب بس كده؟ لأ طبعًا. أمال إيه؟ وجود زيزو في النادي الأهلي ومن قبله محمود كهربا وعودة تريزيجيه للنادي الأهلي مرة تانية وعودة بن شرقي للنادي الأهلي، كل ده بيخلي فيه نوع من الأمان والاستقرار عند اللعيبة، وعندهم قناعات إن النادي الأهلي هو نادي الأمان والاستقرار. وده اللي النادي الأهلي بقى جذب لكل اللعيبة والنجوم. طيب دي إيجابيات كلها. طب هل وجود زيزو في النادي الأهلي يخلق سلبيات؟ أنا من وجهة نظري ممكن وجوده يخلق سلبيات. إحنا قلنا اللي وجوده ومن إيجابياته اللي هو هيشعل المنافسة. يبقى كده معناها اللي فيه لعيبة هتلعب ولاعيبة هتلعب بعض الوقت وفي لعيبة مش هتلعب خالص. طب اللعيبة اللي هتلعب بعض الوقت واللعيبة اللي مش هتلعب خالص، اللعيبة دي ممكن تتمرن. طيب ده محتاج ايه بقى؟ ده محتاج مدير فني شخصيته قوية جدا، وكمان مدير كورة شخصيته أقوى عشان يقدر يسيطر على اللعيبة دي ويقدر يسيطر على أوضة اللبس. دي كانت السلبيات والإيجابيات لانتقال زيزو للنادي الأهلي. طيب في سلبيات من انتقال زيزو من نادي الزمالك؟ يعني كلامي معناه اللي نادي الزمالك هينضر اللي زيزو سابه. أنا من وجهة نظري اللي زيزو كون اللي هو ساب الزمالك وراح الأهلي هي سلبية كبيرة جدا. أولا سلبية في الأداء، اللي الزمالك افتقد مجهودات زيزو، يبقى إذا الزمالك فنيا هيقل. طب بس لا، زيزو كون اللي هو يمشي من نادي الزمالك هيخلي كل اللعيبة اللي في نادي الزمالك عندهم شك في بعض، وخصوصا اللي أي لعيب هيعوز يجدد. أي تأجيل من اللاعب هيشكك فيه بقية زمايله، وهيشكك فيه الجهاز الفني
ومجلس الإدارة. فكده انتقال زيزو للنادي الأهلي هيعمل ربكة لنادي الزمالك، وهيخليه يشك في كل نجومه اللي موجودين حاليا. طيب ايه كمان انتقال زيزو هيعمله لبقية الأندية؟ انتقال زيزو للنادي الأهلي ومن قبله زي ما قلنا امام عاشور وبن شرقي وعودة تريزيجيه وحمدي فتحي وجوده في كأس العالم كمان مع الأهلي، ده بيدي طمأنينة لكل اللعيبة اللي هي مستقرة وعندها أمان في وجودها في النادي الأهلي. ده هيخلي بقية نجوم الدوري العام كل اتجاههم يبقى للنادي الأهلي، هو نادي الأمان ونادي الاستقرار. فالمشكلة دي تنحل ازاي؟ أنا تابعت كتير صفحات لنادي الزمالك ومسؤولين كبار في نادي الزمالك، كلهم بيقولوا الانتقال زيزو مش هيأثر على نادي الزمالك. دي مشكلة كبيرة خالص، احنا بنسميها في علم النفس الإنكار. يعني ايه؟ نادي الزمالك بالفعل بيواجه مشكلة كبيرة، فبدل ما بيحل المشكلة دي ده بيحط راسه في الرمل عشان المشكلة تزول. المشكلة عمرها ما هتزول، لازم تحل المشكلة. حل المشكلة ازاي؟ اللي انت تأمن اللعيبة بتاعتك، اللي انت تديله قيمته المادية عشان يفضل عندك في النادي. يبقى مشكلة انتقال زيزو للنادي الأهلي هتخلي كل نجم سواء في نادي الزمالك أو في أي نادي تاني يفكر في النادي الأهلي. عشان ما يفكرش لازم تدي للاعب حقه، ولازم يكون ماديا العقد بتاعه في ناديه زي العقد اللي النادي الأهلي هيديهوله. دي كانت الإيجابيات والسلبيات من انتقال زيزو للنادي الأهلي. عاوز أشوف في الكومنتات وجهة نظركم زي وجهة نظري ولا هتختلفوا معايا. شكرا ليكم، شير ولايك وسبسكرايب في رعاية الله.